ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى النهاردة ننتقل من الجو التصميمات الشرقي او يعني المصرية العربية الكلام ده، ونعمل حاجة من بتاعة بلاد بره بقى زي ما بيقولوا. هعرفكم ازاي تعملوا بتكنيكات خفيفة جدا وباختيار الوان معينة، هتعمل تصميم قوي جدا فوق ما تتخيل. في البداية التصميم النهاردة هيبقى يعني عن حاجة عن الطاقة الشمسية والكلام ده. هنعمل حاجات خفيفة خالص ومعانا إيليمنت خفيفة، هبقى اسيبها لكم في الديسكريبشن برضه عشان اللي حابب يحملها ويشتغل بيها في التصميم ده. أول حاجة احنا هنشتغل باللون الأزرق ده، وادي الكود بتاعه، وطبعا هنشتغل باللون الأبيض ككتابة. اولا انا عايز اوريك ازاي بتعمل حاجات جامدة جدا وكمان ما بتاخدش منك جهد او وقت كتير في العمل. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنيجي نسحب دايرة ونجيب دايرة كبيرة كده مثلا، ونعمل لها سنتر كده من فوق وتحت. هاجي ادوس كنترول تي على الدايرة. في نص السلكشن اللي انا عامله بالظبط كده في 3 نقط، في نقطة فوق هنا وفي نقطة في النص وفي نقطة على الجنب. انا هسحب الدايرة عادي كده بالماوس وهخلي النقطة اللي في النص دي تبقى على الحرف زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام. اول ما ادوس اوكي هاجي اعمل سنتر فوق وتحت، ونجيب تاني النقطة دي نجيبها على قد مثلا البروجكت بتاعنا ونسحبها في الجنب بالشكل ده. تمام. ايه اللي هنعمله تاني؟ انا عندي في البروجكت ده جبته من فريبك، ممكن ناخد مثلا الشيلد ده وندوس نقف على ال الدايره اللي احنا عاملينها دي، وندوس كنترول سي على البروجكت، وندوس هنا كنترول في عشان ناخده كوبي. تمام. هسحب الشيلد ده هنا كده مثلا وهدوس اوكي. تمام. هاجي ادوس كنترول حرف التي عليه وادوس رايت كليك. هلاقي هنا ان انت ممكن لو حابب تقلبه، لو انت عايز يكون معكوس يعني او كده، بتقدر تعمل له فليب سواء يمين شمال او فوق وتحت. احنا عايزين نعمل حاجة تانية خالص. انا هعمل في الاول كده، هخليه كونفيرت تو سمارت اوبجكت. هنا ادوس كنترول حرف التي وادوس كليك يمين وبعد كده ادوس على برسبكتيف. تمام. هدوس الت وشيفت واجي من تحت على اليمين هنا في النقطة دي واسحب لتحت كده. اسحب سنة صغيرة بس بحيث ان هو يعني ما يكونش بالمنظر ده، لا انا عايزه يكون طالع شويه من الجنب اليمين ده. وهدوس كليك يمين على السمارت اوبجكت ده وادوس على بليندنج اوبشن، واجي عند الدروب شادو تحت واعمل الشادو بالمنظر ده. هنعمله ازاي؟ نعمل من الاول خالص، نجيب مثلا ريسيت تو ديفولت ونخلي المود بتاعه نورمال، ونكبر كده مثلا ونخفف دي من هنا، وانا بالماوس بتاعي هسحب لتحت بالشكل ده. وبعد كده ممكن نزود هنا دي شوية واخفف الاوباسيتي من هنا بالمنظر ده. وبعد كده ببدأ اظبط الشكل زي ما انا شايفه. ممكن ازود هنا سنة وازود هنا سنة عشان يزود لي الافكت بتاع الشادو، وكأن الشيلد عامل افكت على اللون الابيض اللي احنا عملناه في الدايرة ده. وبعد كده هنعمل نيو تكست ونجيب المونتيرنت اللي احنا بنشتغل بيه ونكتب مثلا انرجيا سولار، ونجيبها بالمنظر ده في الجزئية دي. حلو جدا كده. نخلي السكيل بتاعنا 12 ونص ونعمل سنتر. هنطلعه بس فوق عشان هنكتب كلمة كده تحت تاني. هعمل نيو تكست تحت انرجيا سولار ده. هنعمل نيو تكست وبعد كده نخلي السكيل 7 ونخلي الفونت لايت ونكتب الجملة دي مثلا. نجي من اول هنا كده مثلا. تمام. ممكن نقلل كمان نخليها 5 مثلا. أيوة، جميلة جدا 5. وهنقف على الاتنين دول نعلم عليهم ونيجي من الجنب ندوس كده عشان نخليهم هما الاتنين في سوا واحد. هنعمل ايه تاني في الديزاين اللي احنا شغالين عليه ده؟ ممكن نعمل افكت جامد جدا هنجربه مع بعض دلوقتي. هاجي تحت الشيلد اللي احنا عملناه ده، هقف على اللاير اللي تحت منه وهاجي من تحت هعمل تكست كبيرة على الدايرة البيضة دي. هنخلي مثلا السكيل 20، وهناخد اللون الازرق اللي هو لون الباك جراوند نفسه ونكتب مثلا انرجيا، ونخلي الفونت بولد كويس ده. تمام.
ده التكست اللي احنا كتبناه. ممكن نشدها كده شوية. تعالوا نجرب نطلعها فوق ونعمل زي افكت كده عليها. بص لما بنيجي نلعب في المود نفسه بتاع التكست بيدينا افكت جامد جدا يعني. ممكن تلعب فيه زي ما انت شايفه مظبوط. انا شايف ده كده كويس. ممكن اخد منه كوبي تاني نجيبه تحت كده مثلا، ونخليه من تحت الشيب نفسه ونخليه نورمال. وممكن ناخد كوبي تاني ونجيبه من تحت الشيب او نطلعه فوق الشيب نفسه ونلعب في مود بتاعه. نجيب مود احسن ويطلع معانا بالمنظر ده. انا مثلا مش حابب انه يعدي الشيب بتاع الشيلد نفسه. يعني مثلا فوق هنا انا سايبها لكم عشان تعرفوا الفرق. فوق هنا احنا سايبين الايفكت ظاهر او التكست ظاهر على الشيلد نفسه. انا تحت هنا مش عاوزها ظاهرة على بره الشيلد، يعني انا عايز اخر حاجة تبقى على الشيلد ده. هعمل دي ازاي؟ هاجي اقف على الشيلد نفسه اللي احنا عملناه ده وادوس كنترول واعلم عليه. بعد كده هاجي مثلا ده التكست اللي احنا عملناها اخر حاجة، هقف عليها وادوس لاير ماسك. هلاقيه انه خفالي الاجزاء الخارجية وساب لي الجزء بتاع التكست اللي موجود على الشيلد نفسه. هدوس كنترول حرف الاي هعيد الكلام ده خالص. اذا يبقى انا عندي التكست موجودة بس علمنا على قد الشيلد علشان ما يكونش ظاهرة عليه. تمام. دي برضو حاجة ممكن تستفاد فيها او تستفاد بيها وانت شغال في البروجكت بتاعك. هنرجع كل الكلام ده تاني وهنلعب في المود. حلو جدا المود ده. طبعا المودز بالذات لما بتيجي تشتغل عليها ممكن تديلك افكتس انت نفسك ما كنتش تتخيلها. فاهمني؟ فهتلاقي نفسك بتعمل حاجات شكلها جامد جدا بحاجات بسيطة او بطرق بسيطة جدا. هنعمل ايه تاني نزوده في البوست بتاعنا؟ هنيجي نعمل مثلا زي مستطيل كده للكونتاكتنج. هناخد نفس اللون ده من هنا وهنجيب الغامق منه شوية. تمام. وهنعمل مستطيل او شيب بالمنظر ده. وبعد كده هنعمل له سنتر بحيث انه يبقى في السنتر بالظبط ونطلعه فوق الكلام ده كله. ممكن نخلي كل الكلام ده في جروب اللي هو البروجكت كله في جروب واحد. واجي فوق ده ارفع ده كده فوق شوية مثلا. ممكن كمان ناخد اللون الاحسن، نحاول نجيب لون افضل يعني. ممكن ده كويس جدا. ممكن هنا بقى نعمل حاجة. ممكن نحط مثلا نيو تكست نخليها 4. انا جايب تكست مثلا من لوريم اوبشن، ممكن تاخدها تكررها براحتك. وليكن هنا مثلا هتحط كونتاكتنج وهتحط يعني ارقام تليفونات وهتحط عنوان والكلام ده. هنسيب زي ما احنا الكلام ده موجود زي ما هو كده. لو انا حابب ان انا اخلي الموضوع واقعي اكتر ممكن مثلا نشيل من اول هنا. خليه ده كده من اول هنا. واجي اعمل مثلا سطر بالطول كده. نقفل الفيل ونجيب الستروك نخليه 1 وادوس هنا بالبين تول نقطة وانزل تحت هنا ادوس نقطة تانية عشان يعمل لي المنظر ده. وسنطرها بالظبط فوق وتحت. وبعد كده ممكن اجي اكتب هنا مثلا الكونتاكتنج بتاعي خليه 5 مثلا. طبعا لما انا جيت كتبت الارقام من 0 ل9 وكنت عامل في الاول زائد، هو خلالي الزائد على اليمين والارقام من على الشمال. طب انا عايز احل الموضوع ده. هعلم عليها كلها وهاجي هنا عند القائمه بتاعه تايب واجي هنا عند لانجويج اوبشن وانزل تحت خالص هلاقي ليفت تو رايت. هدوس عليها هيعدل لي الكلام ده. طبعا انا عايز الفونت يبقى بولد. تمام. يعني نخليه بولد احسن. ممكن مثلا هنا نكتب بالمنظر ده ونجيب دول كده على الشمال مثلا ونكتب هنا مثلا كونتاكت اس. ممكن دي نخليها باللون الاصفر مثلا بحيث تدي افكت اكتر. وهنا نكتب مثلا
هوت لاين. طبعا انت بتشتغل براحتك، انا بس بديلك بريف عن الموضوع نفسه عشان تبقى فاهم الدنيا بتاعته ماشية ازاي. تمام، ده بالنسبة للمكان بتاع التكست او بتاع الداتا اللي هنحطها تحت. تفتكروا ممكن نعمل ايه تاني في البوست بتاعنا؟ ممكن تحت هنا مثلا، او يعني نيجي عند الحتة دي ونكتب اللينكس بتاعتنا او الويب سايت بتاعنا. ممكن www.website.com/eg. نخلي مثلا الفونت بتاعنا ريجولار، نخلي السكيل بتاعنا 3 او تمام، ممكن نخليه كده وناخد منه كوبي مثلا، وليكن ده الايميل name@email.com، وهنخلي الاتنين دول كده في جروب واحد ونعمل له سنتر في النص، هيدينا الايفكت ده. طبعا احنا هوريكم بعد ما نخلص الكلام ده كله لازمة الكروسات اللي احنا عملناها، اللي انا شرحتها في الفيديو اللي فات. هنعمل ايه تاني في البروجكت بتاعنا؟ انا عندي فكرة ممكن نعملها حلوة برضو. ممكن ناخد الدايرة دي، ناخد كوبي منها، واجي عند الشيب بتاع الدايرة ادوس عليه، واجي هنا عند الفيل اشيله، واخلي الاستروك مثلا 2 بيكسل، واسحب الدايرة دي كده من هنا. مثلا اظبطها بالظبط على قد الشيب اللي انا عامله. تمام، احنا دلوقتي هنشيل الجايد لاين ده خالص، هنعمل كلير جايدز. بصوا ده البوست بتاعنا الفاينل او اللي احنا اشتغلنا عليه في البروجكت ده. انا شايف ان انت بحاجات خفيفة تقدر تعمل تصميم كويس جدا، تقدر تعمل افكار جامدة والتصميم مريح للعين، يعني مفهوش بهرجة كتير. انا طبعا الحتة بتاعت الكونتاكتنج دي حابب تشيلها، حابب تسيبها براحتك، ممكن تنظمها انت بشكل ما افضل من كده طبعا لو معاك وقت. ممكن هنا فوق تحط اللوجو بتاعك لو انت عندك لوجو حابب تحطه، ممكن على الشمال برضو تحط اللوجو بتاعك. البوست بتاعك كان عندك نيجاتيف سبيس في المكان ده بالظبط، احنا هعمل لكم جايد اوريكم النيجاتيف سبيس كانت موجودة فين. موجودة في الحتة دي بسبب ان احنا عملنا الكروس بتاع الدايرة ده. يعني عندك من اول بالظبط هنا، انت عندك الحتة اللي في الجنب دي كلها كانت فاضية. من اول ما عملنا اللاين ده بس كده بتاع الدايرة، قفل او شبع الحتة الصغيرة بتاعت النيجاتيف سبيس اللي كانت موجودة على اليمين دي. فاصبح انت البروجكت بتاعك او التصميم الفاينل بتاعك قوي جدا، كاتشي جدا، وفي نفس الوقت اشتغلنا بطريقة مختلفة. يعني بعيدا عن الطريقة العربية او البوستات العربية او الحاجات يعني المصرية وكده، لا احنا اشتغلنا بافكار اجنبية. ممكن تاخد فكرة من هنا تشتغل عليها لو انت معاك كلاينت اجنبي او حاجة تفيدك جدا في الشغل. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وكالعادة لو الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها معانا لو بتفيدك فعلا، يا ريت تكتب لي في الكومنتات تقول لي حابب تعمل ايه او حابب نعمل ايه التوتوريال اللي جاي، وحابب تتعلم ايه اكتر عن الفوتوشوب او الستريتور، ايه اللي يريحك اكتر حابب تتعلم فيه، وان شاء الله اعمل لك بتوتوريال ينزل على التشانل عندنا في اقرب وقت. شكرا.